السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من سبورتس بيزنس، معكم عبد الرحمن الشويخ. النهاردة هنتكلم عن وكلاء اللاعبين، والحقيقة الموضوع ده واحد من الموضوعات الهامة والحساسة، واللي احنا في مصر تحديدا بنتجاهلها وما بنتكلمش فيها وما بنديهاش حقها، وبنتعامل دايما مع وكلاء اللاعبين على انهم هم الاشرار اللي بيلفوا دماغ اللعيبة وبيخليهم يسيبوا فرقهم ويروحوا فرق تانية. الحقيقة انه معظم وجهة النظر تقبل بشكل كبير انها تكون صحيحة، لكن ده ليه؟ لأنه الموضوع مفهوش أي تقنين أو اهتمام أو وضع لوائح منظمة تظهر الدور المنوط به كل واحد في المنظومة. وكلاء اللاعبين على سبيل المثال، لو اتكلمنا بالأرقام هنقول إنه في عام 2022 وبحسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، بلغت رسومهم حوالي 666 مليون دولار. ووفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في خلال الفترتين الانتقالات اللي فاتوا صيف وشتاء اللي هو موسم 2022 2023، وصلت رسوم وكلاء اللاعبين والمدربين لحوالي 320 مليون جنيه استرليني. ده يبين لك حجم الاقتصاد الخاص بوكلاء اللاعبين، وقد ايه المهنة دي مربحة بشكل كبير، وورا منها جيش من المتعاملين وشركات كبيرة ليها دور في عمليات الانتقالات. الاتحاد الدولي في الفترة الأخيرة حب إن هو يعمل تقنين لموضوع وكلاء اللاعبين، وده نتيجة لأنه بعض الوكلاء بالفعل بعض الوكلاء بيستغل فكرة إنه هو العمولة بتاعته، فبيتحكم في انتقال اللاعب من نادي لنادي من خلال اللي بيطلبه في العمولة الخاصة به. وطبعا كان من ضمن التقنين ان هو النادي اللي بيكون بيبيع اللاعب المفروض انه هيدفع 10% من قيمة البيع عمولة، والنادي اللي بيشتري هيدفع 4% و6% للاعب من قيمة العقد بتاعه. حصل تقنين في القصة دي علشان الوكلاء، للحد من تحكم الوكلاء في مثل هذه الأمور. طيب، بالنسبة للي بيحصل في مصر، اللي بيحصل في مصر شيء غريب جدا، انه بعض الوكلاء بيتحكموا في أندية بالكامل. النادي الفلاني تلاقي وكيل اللاعبين فيه مسيطر تماما على البيع والشراء وكل حاجة تخص هذا النادي، اللي هو نظرة احتكارية بحتة. والنظرة الاحتكارية دي بتخلي الوكيل بيتحكم في اللعيبة اللي بتدخل النادي. فانت بتضطر لو عندك لعيب كويس لازم تعدي على الوكيل ده، وشوف بقى ممكن لازم تقسم معاه او كذا او كذا، وبيحصل نوع من انواع الفساد داخل الأندية بسبب هذه القصة. الحالات معروفة في مصر وواضحة ومن غير ما نقول أسماء، لكن هي باينة لكل الناس. أي وكيل متحكم تماما في شغل النادي
فاعرف انه في امور مش مظبوطة، في حاجة غلط بتتعمل. مادام هو وكيل واحد للشغل كله، خلاص يعني معنى كده ان انت قافل الباب قدام غيره، وانه لازم يمر على الوكيل ده بتاع. وعلى فكرة ده موجود في معظم الأندية في مصر، مش في نادي واحد، يعني مش في نادي واحد، في معظم الأندية في مصر، علشان بس نبقى فاهمين القصة ماشية ازاي. طيب، نقطة كمان مضحكة، انه الفيفا لما قال ان هو هيعمل تقنين لموضوع الوكلاء، وهيعمل امتحان للوكلاء. اتحاد الكرة عمل ايه؟ اتحاد الكرة فرض رسوم اللي عايز يدخل يدفع 100,000 جنيه. 100,000 جنيه، 100,000 جنيه. طيب يدفع ال100,000 جنيه دي، ايه الخدمة اللي هيحصل عليها؟ يدخل يمتحن. طيب اي خدمة اخرى لا، واي فاي، مية، شيء، اي حاجة لا، هو يدخل يمتحن بس بال100,000 جنيه. طيب بره في كام الرسوم؟ اوروبا اقل من 500 يورو. طب يعني 100,000 جنيه احنا بنتكلم في حوالي 3500 دولار مثلا، حاجة كده يعني. طيب بالنسبة أقل شوية من 3500 دولار. الاتحاد الإنجليزي 300 استرليني. إيه ده؟ طب أنت إيه اللي هتقدمه كاتحاد كورة؟ عايز الفلوس يعني، من الآخر كده. ما بنقدمش حاجة، ما عندناش شروط، ما عندناش حاجة. طيب هل عندنا لوائح أو قوانين منظمة أو حاجة ممكن نعاقب بيها الوكلاء؟ ما عندناش. عمرك سمعت إن في وكيل في مصر اتعاقب؟ لا ما سمعتش. عمرك سمعت ان في قصة حصلت؟ لا ما سمعتش. طيب في وكلاء كتير شغالين من غير تراخيص، عادي، مفيش مشكلة. في وكيل بيدخل وكلاء معاه في نفس اللاعب ويتخانقوا مع بعض، برضو عادي، مفيش مشكلة. فدي يعني موضوع الوكلاء ده من ضمن قصص كتيرة جدا جدا في مصر. ممكن نتكلم فيها كتير قوي. وللأسف الشديد بنحاول نوجد حلول أو نسلط الضوء على حاجات علشان الناس تاخد بالها أو تصحى لها أو تفكر تصلح فيها، لكن للأسف الخطوات دايما بطيئة جدا، ومفيش أي حاجة تديلك شعور إن فيه أمل إن حاجة تتحسن. للأسف للأسف ده الواقع بتاعنا في الكورة في مصر. تحياتي ليكم ورمضان كريم، ونلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله. تحياتي.